السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم باسيون كويزين أميمة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشوفوا مع بعض وصفة من الوصفات الصيفية اللي هي الدجاج محمر في الفور واللي معمر بالروز. تبعوا معايا نبداو الوصفة على بركة الله. اول حاجه نبدا بها هي ندير لا ماريناد ولا الخلطه اللي ندير بها الدجاج نتاعي. ندي هنايا قد 2-3 مغارف نتاع زيت زيتون ولا الزيت العاديه، يبقى على حسب واش متوفر عندكم. نزيد هنايا مغرفه نتاع الملح، مغرفه متوسطه. نزيد مغرفه نتاع الحرور الحار بابريكا حلو باردون. ونزيد شويه نتاع السكنجبير، ونزيد نص مغرفه تاني نتاع الثوم، يبقى الكميه على حسب لوغو نتاعكم. ونزيد هنايا مغرفه نتاع كركم، ونزيد الملون الغذائي اللي هو تاني يبقى اختياري، اما هو يمد لون مليح للدجاج نتاعنا. نزيد نص ليم اللي عصرتها، ونزيد ورقه ولا 2 نتاع رند. زدت قدم مغرفه تاع زيت زيتون، ونخلط كلش مع بعض حتى يتجانس المكونات اللي عندي. زدت هنايا تاني مغرفه نتاع زعتر، ونزيد الفلفل الكحل. نخلط كلش مع بعض. وكاين هنايا تاني اللي يزيدوا لي زيبيس تاع الدجاج، تبقاو اختياري. بعد ما خلطت ندي لو بولاي نتاعي الدجاج نتاعي، غادي نقطع لها هاد الاطراف، ما نخليهمش نقطعوهم. بعد ما كنت غسلتها بالملح والليم وقطرتها حتى نشفت، ندير لها لا ماريناد اللي كنت وشتها من قبل. نطلي لو بولاي نتاعي من الخارج من كل الاطراف، ونزيد حتى لداخل. نزيد ندخل لا ماريناد نتاعي. بالاحسن الا كان عندكم الوقت تنجموا ديروا هاد الماريناد وديروها تخلوها ليله كامله. الا ما كانش عندكم الوقت باش تتشرب مليح هذيك لاصوص وتجينا بنينه. ومن بعد نروح نوجد الروز نتاعي. دي كاس نتاع روز، اي نوع نتاع روز. انا درت كاس صغير تاع لاتاي على قد. غادي نغسله ونصفيه، وندي طاجين ندير فيه مغرفه نتاع زيت ومغرفه كبيره نتاع الزبده. من بعد ما يذوبوا نزيد لهم الروز اللي كنت غسلته وصفيته، نقليه شويه. غادي نطيبه هذا الروز نص طياب برك، ما غاديش نديره طياب كامل، على خاطر كي نديرو في لو بولي تاعنا في الدجاج نتاعنا غادي يزيد يكمل طياب نتاعه. درت له هنايا كيما راكم تشوفوا كاس، نفس الكاس اللي عبرت به الروز زدته ماء. ونزيد له هنايا شويه نتاع الملح، مغرفه صغيره نتاع الملح. ونزيد شويه نتاع ملون غذائي ولا زعفران، كيما تبغوا نتوما، يبقى اختياري. تنجموا تزيدوا، كاين اللي يزيد لي زيبيس اللي دارهم في البولي يديرهم في الروز. انا مادام درت الخليط الداخل في البولي ما غاديش نزيد هذوك لي زيبيس. نقصت عليه نار ناقصه، نعاود ندي له بوله نتاعي ونعمر الداخل. الروز نتاعي اللي درته غادي نعمره الداخل في البولي. وهذيك الورقه نتاع الرند اللي كنت درتها في الخليط غادي نزيدها لداخل مع الروز. نسيي نقفل لي كويس، نقفل الفخاد. ما تنجموا تثقبوا تدخلوهم كيما انا درت هنايا هكا خيط نتاع ماكله، ونحزم وحزمت لي كويس هادو كيما هكذا. ونزيد ندي دي كوردون صغار وغادي نشد الاجنحه. وقبل هذه كنت ديجا شعلت الفور يحمى على 200 درجه. من بعد ما كملت نغطيها باللو فيلم اليمونتير، ونزيد لها لو بابي الومنيوم، ونديها للفور على 180 درجه لمده 45 دقيقه حتى لساعه. يبقى هذا على حساب الفور نتاعكم. من بعد تقريبا 50 دقيقه لها هذيك لي كويس نحلهم اللي حزمتهم ونقلع لي كوردون. ومن هذيك لاصوص غادي ندي وندير لها من الفوق كيما راكم تشوفوا. هنايا انا راح لي المقطع تزيدوا، زدت واحد نص كاس نتاع الماء باش تبقى لي شويه لاصوص. ومن بعد غادي نعاود نردها للفور تتحمر على 180 درجه لمده ربع ساعه حتى 20 دقيقه. يبقى كما قلت لكم توجور على حساب الفور تاعها، كل واحد والفور تاعه. شعلت لها من الفوق برك. متنساوش تزيدوا لها نص كاس تاع الماء على بال باش تقعد لكم لاصوص. انا المقطع برك راح لي، وغادي نردها عاود للفور تتحمر. خرجت لو بولاي نتاعي ها هو كيما راكم تشوفوا.
يعني الله يبارك تحمرت وجت بنينة ما شاء الله وريحتها راهي تشهي. هذه هي الوصفة نتاع نهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تبخلونيش بالدعم والاشتراك واللايك باش يوصلكم كل جديد في القناة. ما تنساوش تبارطاجوها مع العائلة والأصدقاء. هذه هي كما راكم تشوفوا أنا زدت مع هذه في خيط راه تشهي الله يبارك. غادي نحل لكم من الاخر باش تشوفوا الروز نتاعنا يعني طاب ما شاء الله وجا بنين بزاف. نزيد لها من الفوق لاصوص. من الأحسن هاد الوصفات الصيفية وخاصة هاد الدجاج المحمر ديروه في الدار صحي كتر، خاصة في هاد السخانة وفي هاد الحمان ديروه على يديكم أحسن ما تشروه من برا. شوفوا الله يبارك يعني بنين وجات طري. اللحم تاع لو بولي فريمون جا طري بزاف، راه حامي برك ما نشمتش انا نقطع كميه كبيره. هذه هي الوصفه نتاعنا نتاع نهار اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله، في وصفه اخرى باذن الله. من هذاك الوقت تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.